سنة وانتم طيبين ويوم سعيد واجازة سعيدة عليكم. طبعا راس البر بدأت من زمان، يعني بس ما كانش الزحمة زي دلوقتي. هاخدكم معايا جولة في راس البر. اول حاجة بدأنا كده من البحر، وعشان كده كنا وقت الظهر كده او وقت العصر كده، بس ما كانش المكان الشط ده ما كانش فيه زحمة قد كده. طبعا زي ما انتم شفتوا وعرفتوا كده وسمعتوا ان راس البر بعيد زحمة جدا جدا جدا، ازحم حاجة مصر في مصر كلها راس البر. كنا هناك كمان العيد كان مفيش عربية أصلا تعرف تركب ولا في عربية ينفع تمشي. زحمة، أول مرة أشوف الزحمة دي السنة دي، زحمة صعبة جدا. بس الجو كان حلو والحمد لله استمتعنا وقضينا اليوم. جينا الشط ده اللي هو شط 33 كان شط الجامع. هناخد من الجامع من الشارع اللي هو جنب الجامع الكبير كده على طول. يعني الشط قريب منه بالبحر، قريب للجامع وقريب للسوق، والشارع بتاعه مش طويل للبحر. وهناك أسعار الشماسي بقى بتبدأ من 150. وأنا كنت سمعت إن في شواطئ تانية عاملين عرض على الشماسي بيكون ب50 جنيه، بس الصراحة مش عارفة شط ايه. وممكن برضو تفصلوا سعر الشمسية لو هو 150 فصل معاه، مش السعر تدفعوا خلاص، لا فصل معاه ممكن تنزل في السعر شوية وهتقضوا وقت ممتع كده على البحر. الجو كان جميل ما شاء الله، والموجة مش عالية قوي. وهنكمل مع بعض بقى جولة في البر ونبقى معاها لسان كمان. كان الجو ممتع وجميل، هو كان زحمة بس يعني الواحد كان مستمتع شوية بالجو، الجو كان حلو. وكمان النيل بالليل كان زحمة جدا، يعني الواحد ميحبش يروح راس البر في الزحمة دي. ممكن تستنوا شوية لما زحمة العيد تخف شوية وممكن تروح براحتكم. بس طبعا أسعار الإيجار هتكون غالية. هو كان شوية كانت الأسعار 350 إيجار في اليوم، وطالع ممكن تلاقوا برضه من 350، بس يكون في الشوارع الأولانية اللي هو شارع 101 من أول الشوارع اللي هي بعد الموقف على طول. الشوارع اللي قدام دي بيبقى السعر فيها قليل شوية عن كل ما تدخلوا وقربوا للسوق. شوارع 33 والشوارع اللي هي القريبة من السوق دي والقريبة من البحر بيكون فيها الإيجار غالي. لكن لو انتوا عايزين الإيجار يكون من أول 350 كده أو 300 هتلاقوه في الشوارع اللي قدام اللي عند الموقف. لكن احنا طبعا زي ما احنا عارفين ان الإيجار بيبقى في الشهر 7 و8 بيبقى غالي. فدوروا بقى في الشوارع الأولانية اللي هي من أول شارع 101 اللي هو بتاع الموقف ده والسينما اللي هي في الأول دي، سينما الأندلس تقريبا، سينما الأندلس. من أولها كده الشوارع اللي هناك دي هتلاقوا الأسعار بتبدأ يعني بتكون قليلة شوية عن الشوارع اللي كل ما تدخلوا جوه. وكمان الشقة اللي انتوا هتأجروها تكون برضو في نص الشارع كده أو في الأول، فبيبقى المشوار بعيد عن البحر. بس مش مشكلة، المهم السعر يكون قليل وده تمشوا بقى، أو لو معاكوا عربية أو كده تمشوا طريق للبحر. عايزين بقى الشارع يكون قريب للبحر والمسافة قريبة هتدفعوا سعر أغلى. دي المعلومات اللي أنا فاكراها دلوقتي قلتها لكم. لو انتوا عايزين تسألوا على حاجة تانية اكتبولي تحت في التعليقات وهبقى أرد عليكم إن شاء الله. ودلوقتي هنشوف مع بعض بقى جولة في هاخدكم برضو كده أوريكم اللسان. اللسان القعدة هناك بعد العصر كده قبل المغرب، الوقت بيبقى لطيف وجميل جدا، والقعدة هناك حلوة والمكان بقى متظبط كده وفي صوت كده بتطلعوا تقعدوا عليه، بتبقوا على البحر على طول يعني. هو ده الشارع بقى اللي انا دخلت منه يودينا على البحر. وكمان الاتوبيس الجديد ده اللي موجود في راس البر هو اتوبيس دورين ومكيف، وبتركبوا فيه سعر الفرد الواحد بيبقى 5 جنيه. بياخدكوا كده من قدام الجامع يوديكوا لحد الموقف، وبيجمع برضو من عند الموقف يرجع تاني هنا بقية شوارع راس البر. بس الطريق العمومي وفي كذا طفطف كمان غير الاتوبيس ده، اللي هي الاتوبيسات برضو التانية اللي بتكون مفتوحة هنشوفها مع بعض دلوقتي في الفيديو. الاتوبيسات اللي هي بيكون الازاز بتاعها مش موجود دي اللي موجودة كل سنة. اللي زاد عليهم بقى الاتوبيس اللي هو الكبير الدورين ده، وسعر الفرد فيه بيكون 5 جنيه. وكمان خدتلكوا جولة كده في السوق، بس اسعار السمك هناك غالية. طبعا احنا عارفين ان السمك غالي في كل مكان، بس هناك بتبقى غالية شوية بزيادة. لو انتوا عايزين سمك يكون سعره قليل وتجيبوه وتعملوه وانتوا في المطعم، انصحكم تروحوا تجيبوا من عزبة البرج او سوق السمك بتاع دمياط. الاسعار بتكون قليلة عن سوق السمك اللي في راس البر، وكل واحد بياخد رزقه. طبعا مفيش حد هياخد رزق التاني.
فانا بنصحكم ان سوق السمك بتاع راس البر الاسعار فيه غاليه. عايزين تروحوا الصبح بدري تجيبوا من عزبة البرج السمك بتاعكم، الاسعار قليله كمان عن سوق السمك بتاع دمياط، بس في الاقل عزبة البرج وبعدين سوق السمك بتاع دمياط وسوق السمك بتاع راس البر ده اغلى واحد فيهم. كده خدتكم برضو هنا على اللسان اللي هو بتاخدي الطريق الطوالي العمومي بتاع راس البر لحد الاخر كده لحد ما توصلي هناك لبافالو برجر والحاجات دي عند كنتاكي. هنا الطريق قريب خالص كده للسان والجو جميل وممتع كده، بتبقي قصاد كنتاكي وبتبقي شايفه اللي هو فندق الشيكن برجر بيبقى قصادك كده على طول، والمكان هناك لطيف وجميل. احنا كده كنا بعد العصر كده، المغرب ما كانش اذن لسه. زي ما انتم شايفين كده زحمه، بس دي مش زي زحمه يوم الجمعه، كانت الدنيا زحمه بطريقه صعبه جدا جدا جدا. دي الزحمه بتاع يوم الخميس اللي هو كان تاني يوم العيد، انما يوم الخميس بالليل لجمعة الصبح كانت الزحمة رهيبة جدا بطريقة يعني اول مرة اشوف كده في حياتي. اتفرجوا بقى على اللسان وشوفوا بقى كمية الزحمة، واخدكم كمان شوية ونروح كمان عند الفنار، زحمة جدا جدا، بس هنا الجو كده يرد الروح وريحة البحر جميلة والهوا لطيف والقعدة كده ممتعة لحد المغرب بقى كده بيبقى الجو جميل. بس كان ده احسن لما بتروحوا هناك عند اللسان في الفنار تلاقوا زحمة كده والدنيا بتبقى حر من كتر الزحمة، والصراحة النيل كان حر من كتر الزحمة. الواحد ما كنتش حابة القعدة على النيل زي ما كنت حابة القعدة في المكان ده، كان الجو لطيف وجميل. انما هناك سبحان الله الجو كان حر قوي مع ان هي نفس البلد، بس على البحر الجو حلو وفي واسع ومش فيه زحمة قوي، على عكس النيل المكان ارفع واضيق وفي زحمة. شوف الزحمة قد ايه، وبالليل زادت اكتر بطريقة غريبة جدا. يعني الناس زي ما يكون عمرها ما راحت راس البر، او كل محافظات مصر كلها جايه تصيف في راس البر السنه دي ما تعرفش في ايه بالظبط. كده بقى بالليل واحنا خارجين من راس البر كان في كميه عربيات من اول بوابه راس البر لحد سور المينا، دي عربيات واقفه في الانتظار مستنيه عشان تخش راس البر، من كتر الزحمه مفيش عربيات تركن ومفيش مكان خالص. يعني كده يوم الخميس اللي لحق يروح راس البر يوم الخميس كده من الصبح هو اللي لحق يستمتع شويه براس البر والخروجه، يعني اكتر من الزحمه كمان. ان شاء الله الصيف بقى يبقى شكله هيبقى راس البر زحمه، فانصحكم تروحوا الشوارع الاولانيه اللي في راس البر اللي هي بعد الموقف على طول، ما بتبقاش زحمه زي اللي جوه، والاسعار زي ما قلت لكم فيها بتبقى قليله شويه عن الشوارع اللي جوه. هنا المنطقة اللي هي تحت الشيكن برجر دي اتظبطت وبقت مطاعم وكافيهات كده، وفي مكان كمان للتزلج باللي هو بتاع الاولاد بيلبسوه في رجلهم اللي بيبقى فيه عجل ده، مش فاكرة اسمه ايه اللي هو ده، بيلبسوا العجل ده في رجليهم وبيعملوا في الساحة بتاعتهم. وهنا النيل بقى بدأت الزحمة تزيد شوية، وهوريكم زحمة كمان اكتر من كده. هي الاسعار على النيل حلوه وكويسه، بس هي غالي شويه، وطبعا المطاعم والبيتزات والفطاير وكل حاجه انتوا عايزينها. واحسن حاجه هناك احلى ايس كريم ممكن تاكلوه، انا هقول لكم على المكان، بس هو طبعا بيبقى زحمه ومعروف ان الايس كريم بتاعه حلو، وايس كريم مليون ايس كريم روعه. احنا بنروح هناك مش بناكل غير عند ايس كريم اليوبلس. سعر الايس كريم عنده بيبدأ من اول 10 جنيه وطالع. 10 جنيه دي اللي هي بتكون بولة واحدة بأي طعم انت عايزاه، بتكون ما تزودي تقريبا 2 بولة ب15، بتزودي بقى الأطعم زي ما انت عايزة، يعني بس من اول 10 جنيه. بس احلى ايس كريم تاكليه في راس البر من عند اليوبلس. كده السوق طبعا الجميل كان زحمة جدا، الجمعة كان زحمة اكتر من كده، ما بيحبوش الزحمة، بلاش يروحوا تسألوا على اي حاجة تقولوا في التعليقات، ان شاء الله هرد عليكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكوا الفيديوهات الجديدة. نعم كل سنة وانتم طيبين، وأجازة سعيدة عليكم ومع السلامة عليكم. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، وانتظروا بقى على فيديو.
ماشيه سوا اهو. ترى الطيارة عشان اعلمك الادب لما اقول كلمه تبقى تستمع. انت كسرت الجبل اللي في النص بس عادي اجيب له معانا عيد بابا جنبنا. الهوا كده قاعد ولا مغطياه ولا اي زيت. الناس اللي بتروح حبيتها دي يومها ما بتتباع. اوعي تبطل عيان. جميله جدا جدا. عايزين نحط لك في الشنطه 2000 جنيه وانت لوحدك تطلعي اللي انت عايزاه. دي كمان بطل ايه؟ لما بطل عليه والله انت الشيله وعديدي ما قدرتك الا ربنا. بس يا حبيبي بس يا حبيبي. وشيماء بنت ام ايمن شايفاهم؟ منين؟ ايوه ربنا على النيل. ربنا اني شفت شيماء عيني في عينها كده اهو. ايه شيماء؟